بين أجواء الصيف وفضاءات الترفيه، يأخذ المخيم الصيفي لأبناء وأيتام أسرة الأمن الوطني بمدينة أكادير طابعاً يتجاوز مفهوم العطلة، ليشكل فضاءً للتعلم والتأطير وتنمية القدرات وترسيخ قيم المواطنة. هذا المخيم الذي تشرف عليه مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني يندرج ضمن المخيمات الصيفية لسنة 2026، وينظم تحت شعار مخيمات الأمن الوطني، فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحقة. فيما يخص مخيم أكادير، فقد تم تسطير برنامج عام يجمع بين ما هو تربوي وتنشيطي وتثقيفي، حيث يستفيد الأطفال من ورشات أساسية في مجالات مختلفة كالموسيقى، المسرح، التعبير الجسدي، الرسم والإبداعات اليدوية، السمع البصري، إضافة إلى ورشة ألعاب إلكترونية وورشة روبوتيك. فعلى امتداد أيام هذه الدورة، تضع مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني الناشئة في صلب اهتمامها من خلال برنامج متنوع يجمع بين الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية في إطار المخيمات الصيفية لسنة 2026. وفي أجواء المتعة والحيوية، كان للسباحة دور خاص في يوميات المخيم، حيث وجد الأطفال في الماء فضاء للفرح والترفيه والتنافس في أجواء مليئة باللحظات الجميلة. اسمي ديالي صابرين ايتحدو، العمر ديالي 14 سنة، مستفيدة من مخيم الأمن الوطني بأكادير المرحلة الثالثة صيف 2026. السلام عليكم، اسمي نورين باوي، واش كيحدث المخيم من الأمن الوطني أكادير 2026 المرحلة تسكرت. كيعجبني المخيمات بزاف، ورشات نس زند الورشة من الرسم. ويجد المستفيدون برنامجاً متنوعاً يجمع بين التربية والترفيه من خلال ورشات تحسيسية حول مخاطر الجريمة والإدمان والسلوكيات المنحرفة، إلى جانب أنشطة ثقافية وفنية تنمي القدرات وتعزز مهارات التعبير والتواصل. Hello, my name is Mesa El Ati. I'm 12 years old and I'm participating in the police summer campaign held at Agadir. I would like to thank the director of the Foundation Mohammed VI, as well as the director of the National Security and the director of this camp, as well as the staff members who sacrificed themselves for us by making everything possible. وورشات متنوعة في تجربة تجمع بين المعرفة والإبداع وبين متعة التعلم ومهارات العصر. فمثلا ورشة الرسم، حيث تحولت الألوان إلى لوحات تحكي أحلام الأطفال وخيالهم. وأيضا ورشة المسرح، حيث تعلم الأطفال فن الحضور والثقة بالنفس والتعبير أمام الجمهور. وورشات أخرى تجمع بين المعرفة والإبداع وبين متعة التعلم. ولا تقتصر التجربة على فضاء المخيم،
بل تمتد إلى خرجات ترفيهية واستكشافية. وكان التلفريك موعداً مع أجادير من زاوية أخرى، في رحلة ترتفع بنظرات الأطفال نحو أفق المدينة. قبل أن تقودهم الجولة إلى قصبة أجادير أوفلا، حيث يلتقي التاريخ بجمال المكان، وتتحول الزيارة إلى فرصة للتعرف على جانب من ذاكرة المدينة وتراثها. ولم تخلو الرحلة من لحظات التسوق والاكتشاف من خلال زيارة سوق الأحد في أجواء مليئة بالحيوية والمتعة. وخلف هذا التنوع في البرامج والأنشطة تعبئة متكاملة لضمان جودة الإقامة والتأطير، حيث جندت المديرية العامة للأمن الوطني مختلف الوسائل اللوجستيكية إلى جانب الأطر التربوية والطبية المختصة. وفي إطار الاكتشاف والتعرف على أحدث تقنيات الأمن، قام الأطفال بزيارة إلى مركز القيادة والتنسيق بولاية أمن أجادير، حيث تعرفوا عن قرب على أنظمة المراقبة الذكية والكاميرات عالية الدقة والتقنيات الحديثة لتحليل البيانات في تجربة تربوية تقربهم من عالم الأمن والتكنولوجيا. وعند حلول المساء تتواصل الأجواء في سهرات فنية وترفيهية تفتح المجال أمام الأطفال واليافعين لإبراز مواهبهم في الغناء والرقص والمسرح. أمير البيت السهرة البارح بزاف. أنا عجبتني، ولكن خاصة ذاك المقطع ديال القيم والتضامن. عندك الحق أمير، ولكن التضامن خاصناش نهضروا عليه، خاصنا نطبقوه في الحياة الواقعية. إياه كنهضروا نطبقوها شمس ضحى. شو ذاك الراجل انت إياه؟ يلا نعاونوا يلا. ولاد من نتوما؟ حنا ولاد مخيم الأمن الوطني. الإنسان خصو يعاون الإنسان واخا يكون متعافى.
الله كيحطنا في واحد الآية من كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما شاء الله عليكم، الله يرضي عليكم. وهكذا تتحول أيام المخيم إلى تجربة متكاملة تتقاطع فيها التربية مع الترفيه والمعرفة مع الاكتشاف، في فضاء يراهن على بناء شخصية ناشئة وتنمية قدراتها وتعزيز ثقتها في ذاتها ومحيطها. ليست مجرد عطلة صيفية، وإنما تجربة متكاملة لصناعة الذكريات واكتشاف المواهب وتنمية القدرات وترسيخ قيم التضامن والمواطنة والانضباط. صيف يعاش، تجربة تكتسب، وذكريات تبقى.